الله يقضمه بنو أبيه قضم الإبل نبتة الربيع، وهم تسلطوا بالطغيان على مفاصل الدولة الإسلامية. ويظهر في هذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط، هذا الأموي الذي صلى بالناس وهو سكران في جامع الكوفة، وخلفه العديد من الصحابة الذين ثاروا ضده، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود قارئ القرآن المشهور ومن السابقين الأولين، وبعدين مروان بن الحكم الذي كان بيده خاتم الخليفة عثمان، وكان يسحب من بيت مال المسلمين، واختلف اختلافا شديدا مع أبو ذر الغفاري ومع عبد الله بن مسعود عندما أعيد إلى المدينة. كل هذا، وولاية معاوية الطويلة على الشام. معاوية وجد خلافته، وجد أرض خصبة، وجد مدة طويلة من الحكم السابق في عهد الخلفاء وهو أمير، فوجد لنفسه يعني فراش ممهد في هذا الطغيان وهذا القلب للدين. الصحابة وقفوا، عبد الله بن مسعود وقف، أبو ذر الغفاري وقف، أنس بن الحارث الكاهلي وقف، هذا من البدرين ممن استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، هذا ممن كان له ثورة ضد الوليد بن عتبة، كان في المدينة، وكان ضد مروان في ولايته، هذا في زمن معاوية. الإمام الحسين عليه السلام أكبر ثائر. الإمام علي شاهد الخلاف الأموي. طبعا الإمام علي هو نفس رسول الله، ومظهر الشرع الشريف، ومظهر العدالة المطلقة، فكان الإمام علي نبه على الخطر الأموي. ومسألة ما أعلن فيما بعد الصلح، صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية، اللي هو إعلان شيء اسمه السنة والجماعة. البعض يفتكر أن هذا السنة والجماعة مسألة مذهبية، لا، هو كان في ذلك الوقت اصطلاح سياسي، فسمى العام عام الجماعة، والسنة هو ما سار عليه معاوية، وسار على 3 أركان في الاعتقاد. اتخذ الجبر، لقد ولاني الله عليكم، هذا هو أعلن أن الله مولي على الخلق. فهنا يعني مسألة الجبر في المعتقد. والثاني بعد الجبر كان ظهور المجسمة وظهور القصاص الذين يكذبون على الله ورسوله، وحربه للسنة النبوية. وهذا واجه كان في العهد الأموي كثير من الصحابة ابتلوا بنظام معاوية ونظام من بعده اللي ورثوا الخلافة الأموية. نعم. فنجد مثلا الحجاج أتى على هذه السنة، وهذه أنت عمر بن عبد العزيز لما قضى إيش هي السنة، كانوا السنة لعنوا علي ولعنوا آل البيت وسبوا الزهراء عليه السلام. هذا كان يرفع على منابر المسلمين من المغرب إلى خراسان، شيء فظيع من النصر والعداء لآل البيت. فمثلا أنس بن مالك هذا ممن ابتلي به بنو أمية، فكان الحجاج وسمه على عنقه بوسم كتب عليه عتيق الحجاج. والحجاج عندما هذا عبد الله بن عمر بعد مقتل ابن الزبير أتى خائف إلى الحجاج، خاف القتل، وكان معتزل أصلا البيعات. عبد الله بن عمر ما بايع أحد من قبل، فدخل على الحجاج، والحجاج كان يتغدى، فقال له إن يدي في شغل، فمن الأولى أن تبايع قدمي، له نعالة. نعم. أجلكم الله. نعم. ومن يرفض بيعة علي سيبايع قدم الحجاج. نعم. شكرا شيخنا. نعم، استسمحكم ونذهب إلى